السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ريفيو جديد عن غسول نيتروجينا اللي هو ديب كلين. يعني تنظيف عميق. سبب اصلا ان انا اجيب الغسول ده، بشرتي طبعا دهنيه معرضه للحبوب وتطلع حبوب. فالغسول ده انا كنت مستخدماه قبل كده، وحتى لو تشوفوا انا مخلصه كميه كبيره منه لان الغسول ده جميل جدا الصراحه. بيحاول ان هو يقلل من افراز الدهون في البشرة، وبيشيل كمية كبيرة من الزيوت. مش بس كده، ده كمان حاجة جميلة فيه جدا ان هو ما بيخليش البشرة ناشفة كده وجافة زي بقية الغسولات. لا، هو بيشيل الزيوت والدهون، يسيب نوع من الترطيب في البشرة. فلو انتي محتاجة غسول يحاول يقلل افراز الدهون في بشرتك وينشف شوية من الحبوب وما يخليش ان في حبوب جديدة تطلع، نيتروجينا اللي هو النوع ده اللي هو ديب كلين. حلو جدا جدا جدا. حتى هتلاقوا مكتوب عليه ان هو خالي من السيليكون والزيوت، ينظف المسام من غير ما يسبب جفاف للبشرة. العيب الوحيد في الغسول ده ان هو سعره عالي قوي، يعني دلوقتي هتلاقيه بقى 150 او اعلى من كده كمان. فهو ده العيب الوحيد في الغسول، بس هو الصراحة بيقعد فترة كبيرة يعني. ميزة برضو تانية ان هو بيقعد فترة كبيرة، ان انت مش محتاجة غير كمية قليلة جدا منه، وهو هيقوم بدوره في ان هو ينظف بشرتك ويحاول ان هو ينشف الحبوب. فدي كانت ملخص تجربتي مع غسول نيتروجينا. لو انت جربت حاجات كتير للحبوب، محتاجة حاجة تكون كويسة وفعالة، الصراحة نيتروجينا غالي بس فعال. طريقة بقى استخدامه، لو هتجيبيه بتاخدي كمية صغيرة منه جدا من البامب ده. وطبعا بيكون بشرة وشك بتكون مبلولة. يعني حط عليها مية مندية كده، وبتبدأي ان انت تاخدي كمية قليلة منه وتبدأي ان انت تفركيها على وشك، وبعد كده بتشطفي وشك عادي جدا. استخدميه بقى مرتين في اليوم، دي افضل حاجة، او مرة قبل خاصة بالليل. هيديكي مفعول حلو جدا. يعني من تشوف التأثير بعد اسبوعين شهر. اهم حاجة الاستخدام بشكل منتظم. ودي كانت ملخص تجربتي مع غسول نيتروجينا، يا رب اكون افدتكم. ولو في حاجة تاني محتاجين عنها ريفيوهات اكتبولي تحت في التعليقات.